اهلا بيكم، معاكم محمود الساعاتي وده فيديو جديد من عين على النجوم. لو تابعت الحلقات اللي فاتت يبقى انت ممكن تبقى سألت نفسك وقلت يعني هو كل اللعيبه المتألقه ومحدش يعرف عنهم حاجه هم اجنحه بس؟ مفيش نص ملعب، مفيش مدافعين، مفيش أظهرة؟ عندك حق في سؤالك فعلا، بس الحقيقه ان اللاعب اللي معانا النهارده مش مهاجم ولا خط نص ولا كمان مدافع. اللاعب ده ظهير وظهير ايسر كمان. يلا بينا نبدا بقى. نجم فيديو النهارده اللي هكلمك عليه هو ظهير ايسر نادي طلائع الجيش. ما تستغربش، لعيبه طلائع الجيش متألقه الموسم ده. هو صاحب ال 27 عام احمد متعب. يمكن لو بصيت على الاهلي او الزمالك او حتى منتخب مصر هتلاقي ان الاهلي عنده علي معلول، ودايما جمهوره بيفكر فيما بعد معلول هيعملوا ايه. وجمهور الزمالك عاش الازمه فعليا بعد مشكله فتوح، ودلوقتي بيعاني من اصابه عبد الشافي ومش لاقي باك ليفت يلعب بيه. ومنتخب مصر كان نقطه من نقط الضعف المرعبه في الكان اللي فاتت هو الظهير الايسر. ده كله ليه؟ علشان مفيش عين تلقط لاعب زي احمد متعب. والحقيقه ان احمد متعب محقق كل انواع الارقام، يعني ارقام الاسطوره، ارقام يا كابتن، والارقام التانية برضه. خد عندك مثلا الراجل لعب مع طلائع الجيش 16 مباراة ب 1531 دقيقة، يعني تقريبا لعب كل المباريات المتاحة لفريق طلائع الجيش. خلال ال 16 مباراة دول بقى قدر ان هو يحاول على المرمى 9 مرات، 5 مرات منهم محاولات ناجحة وهو ظهير ايسر. كمان قدر ان هو يصنع 19 فرصة محققة للتهديف، اترجم منهم 5 اهداف، يعني عنده 5 اسيستات. وكمان احمد متعب عمل 14 تمريرة مفتاحية زي ما قلنا اللي هي بتبقى قبل الاسيست على طول. فدي كده ارقام الاسطورة. اما بقى الارقام التانية بتاعتنا تعال اقول لك. يعني متعب بما انه ظهير ايسر فاكيد اهم ميزة عنده لازم تبقى العرضيات. فبص معايا كده، متعب عمل 105 كرة عرضية، متخيل الرقم؟ كمان على مستوى التمريرات عمل 704 تمريرة، منهم 504 تمريرة صحيحة، يعني نسبة تمريراته الصحيحة 72%. بس نرجع ورا سيكا كده. بقول لك متعب عمل 105 كوره عرضيه. متخيل اللاعب ده لو قدامه مهاجم زي انتوني موريس بتاع الاهلي مثلا بيجيد اللعب بالراسيات، او حتى مصطفى محمد في المنتخب المصري، او ايا كان مهاجم بيجيد اللعب بالكرات الراسيه، تخيل كان ممكن يبقى عامل كام اسيست. طيب نكمل بقى. احمد متعب في موقف الواحد على واحد الراجل ده عنده نسبه مراوغات عاليه جدا، يعني عمل 26 مراوغه منهم 16 مراوغه صحيحه. حد هيجي يسالني على الحاله الدفاعيه هيقول لي اظرف. بص يا سيدي، الراجل ده قدر يستعيد الكوره في 91 مره، وقدر ان هو يكسب صراعات ثنائيه على الارض في 148 مره. طيب وثنائيات الهواء؟ لا الحقيقه هو مش جامد قوي فيها، لان في الاساس هو قصير شويه، لا شويتين الصراحه. ميزه اخيره بقى في احمد متعب انه بيعرف يلعب جناح يمين او هاف ليفت، ودي ميزه الحقيقه كويسه جدا وممكن يفيد بيها الانديه الكبيره او حتى منتخب مصر. وبس كده يا عم، دي كانت نهايه فيديو جديد من سلسله فيديوهات عين على النجوم. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وشير وفولو للبيج، ولو بتتفرج على يوتيوب ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهات السلسله. كنت معاكم محمود الساعاتي وعين على النجوم.